شايفين يا ولاد؟ رعد مقعدني جنبه في الأوضة هنا، فاتحاله التكييف وقاعدين انا اهو. عرفنا والله العظيم ان انا خايفة لحسن الكارت يخلص. ده انا لما بفتح التكييف يعني كم مرة كده، يعني انا ما بفتحوش غير مرتين في اليوم. تمام. وبيبقوا بالليل، يعني بيبقوا بالليل جدا، يعني بيبقوا بالليل قبل الفجر كده. اسقع بس الأوضة 10 دقايق او ربع ساعة، وبعد كده بروح قافلاه. وبعد كده بفتحه بعد الفجر على الساعة 7 كده، بكون خلصت بقى الصلاة وورد بتاعنا وبنام. طبعا محدش بيقدر ينام من الحر، فبفتح التكييف نص ساعة كده ولا حاجة. عايزة اقول لكم ان الكارت ما بيقعدش عندنا 4 5 ايام يعني، وبيخلص بال100 جنيه. يعني تقريبا كده بنشحن قوله 500 جنيه كل شهر. ده لو ما زودناش يعني عن الاستهلاك اللي احنا وبقى اجركم الله اذا فتحنا موتور الميه. يعني انا ساعات بقعد بتذنبه، ساعات بضطر ان انا اذنب نفسي واقعد من غير ميه. والله العظيم ساعات زي ما بقول لكم كده، ساعات الميه بتبقى قطعه او ضعيفه جدا، وبستحمل كده وبفضل ماسكه نفسي لغايه ما الميه تيجي. علشان يعني لو في مثلا غسيل مواعين او حاجه، بستناها لغايه ما الميه تيجي. ليه؟ عشان ما اشغلش الموتور، علشان بخاف الكارت يفصل، وانا ببقى لوحدي، طبعا العيال بيبقوا بره. فمشكله الكارت الكهرباء ده مشكله بصراحه، يعني مش حاجه حلوه يعني. شايفين الاستاذ رعد بقى قاعد منسجم، قاعد منسجم لان في تراوح. والله قاعد اليوم كله كده، قاعد اليوم كله في الاوضه، متذنبين وقاعدين في الاوضه هنا. طبعا طفيت انا دلوقتي التكييف، شغلت المروحه، سامعين الصوت بت 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 بتلحن وهي شغاله. كتر خيرها بقى لها، يمكن دي بتاعت حمايه اصلا، يعني دي كانت في بيت حمايه اساسا. المهم عايزه اقول لكم آه انتوا ليه ما بتحطوش اللايك للرعد؟ رعد، انا عايزه، انا والله العظيم اتعقدت. اتعقدت. ايه رايك يا رعد؟ رعد، ستارت اقول ايه؟ رعودي، رعودي، ايه رايك؟ قول لهم حطوا اللايك، قول لهم حطوا اللايك. رعد. ان شاء الله يا ولاد اليومين اللي جايين هنشر لكم فيديوهات برضو على القناه دي، هتبقى فيها هاند ميد، يعني حاجات كده هنتعلمها مع بعض، حاجات حلوه يعني ان شاء الله باذن الله. لان يعني اتضح اليوتيوب بيبعت لي رسائل بيقول لي ان الفيديوهات اللي بتتشاف اكتر عندي هي الفيديوهات بتاعه الكنب، طريقه تحويل الكنب البلدي للكنب الركنه، وصناعه الشمعة ومش عارف والفانوس، يعني حاجات هاند ميد. فاسمحوا لي يعني ان انا هنشر الايام اللي جايه، هبقى انشر فيديوهات جنب فيديوهات رعد كده، لان القناه متنوعه عامه يعني ما فيهاش اي مشكله. فهنشر لكم فيديوهات حاجات كده يعني مصنعه يدويا، نتعلم مع بعض شويه حاجات حلوه كده. وزي ما قلنا لكم برضو هيبقى في فلوجات، في حاجات حلوه ان شاء الله باذن الله تعجبكم. بس اعذروني اليومين دولت الجو لما سخن يا ولاد مش محمسنا ان احنا نعمل حاجه خالص. انا عن نفسي ببقى مش متحمسه ان انا حتى ادخل المطبخ. والله العظيم. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي المفروض ان انا اقوم اعمل رز مثلا، شويه رز عشان الولاد يتغدوا بيهم، او يعني يتغدوا ده يتعشوا. بس ده غدانا احنا، يعني وقت الغدا بتاعنا. فعايزه اقوم اعمل رز، والله العظيم مش قادره ادخل المطبخ. الجو سخن بشكل غريب، مع ان احنا يعني في شهر 9. يعني المفروض ان في شهر 9 ده كنا بنطلع احنا البطاطين في شهر 8 نغسلها علشان نبدأ نستعملها. طب هنطلع البطاطين امتى يا ولاد؟ في شهر 2 أو في شهر 3؟ مش عارفين والله، الدنيا اتلخبط حالها ليه كده، الله المستعان. رعد يا ولا يا رعد، رعودي، يا رعودي،
يا رعودي يا رع ولا قول لهم حطوا اللايك. دماغنا مصدعة، نقوم نعمل شاي وبعدين نبقى نعمل رز بعدين. يلا انا مش هطول عليكم، الفيديو ده هيبقى قصير مش هيبقى طويل قوي يعني، فان شاء الله باذن الله انتظرونا بقى في فيديوهات حلوة كده ان شاء الله جاية، وفيديوهات برضو للروتينات الشقة. يعني انا الشقة عندي هعمل عليها شوية حاجات كده باذن الله قبل الشتاء، هنعمل شوية حاجات حلوة مع بعض، بس الجو يتحسن حبة بس، علشان انا انا من النوع اللي بيعمل بيات صيفي. يعني انا من النوع اللي ما بحبش اتحرك في الصيف كتير، يعني الصيف ده بيبقى حاجة مقرفة في التلزيق وفي في السخونة، وانا عندي اساسا احتباس حراري، فالله المستعان. المهم بقى يا ولاد، ان شاء الله الايام اللي جايه هنعمل شويه حاجات كده في الشقه، غسيل بقى سيراميك، غسيل حيطان، يعني الدنيا هتبقى هنتشقلب في الشقه كده، برضه هنشرها لكم، برضه هننشر ده كله. بس عايزاكم تديني فكره كده للناس اللي متابعاني، عايزاكم تدوني فكره كده للبلكونه. البلكونه انا حاطه فيها بوتاجاز قديم اللي هو بتاع المصانع ده، بس انا بصراحه مش ممكن استغنى عنه، يعني مش ممكن، استحاله. ده اللي اتجوزت بيه يا اولاد، هبقى افرجكم عليه، اللي هو 3 عيون ده بتاع المصانع زمان، بتاع الاتحاد تقريبا، وحاطه فيه البصل والثوم كرتونتين كده، كرتونه وثبت. فهبقى افرجكم على البلكونه. البلكونه صراحه محدش يقدر يدخلها اساسا، البلكونه بقت زفت، انا اصلا ما بستعملهاش علشان في وش عماره، فالمفروض ان انا احط ستاره على البلكونه، لكن بصراحه انا مش بطيء الستاره، بقول لكم الجو نار، فبستخدم الستاره بتاعت الشقه بس اللي هي على البلكونه، لكن ان انا احط ستاره على البلكونه من بره لا ده استحاله، انا اتعب جدا وخاصه في الصيف. فعشان كده ما بدخلش البلكونه اصلا، يعني الا اذا كنا داخلين مثلا نجيب او انشر، او ادخل ان انا اجيب بصله او توم او اي حاجه بس. والعيال بقى مستخدمينها للجزم عزكم الله والشرابات والحاجات دي، لكن انا عايزه اغير وضعها زي زمان كده، كنت عاملاها زي جنينه تحط فيها زرع وبتاع، فعايزاكم تدوني رايكم كده وتقولوا لي اعمل ايه، ايه اللي ممكن يعني فكره تدوهاني اغير بيها شكل البلكونه، بحيث ان هي تبقى ابقى كده نفسيتي مرتاحه وانا داخلها، لان انا بصراحه ببقى قرفانه وانا داخلها.